حضراتكم نماذج من بعض الفرق والتشكيلات الأمنية والمعدات اللوجستيكية المنظورة لخدمة الأمن والسلامة للمواطنات والمواطنين وممتلكاتهم وصون حقوقهم وحرياتهم. السيد والي جهة بني ملال الكبرى وعامل صاحب الجلالة على إقليم بني ملال، حضرات السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، تستعرض ولاية بني ملال أمام حضراتكم بعض التشكيلات والوحدات الأمنية التابعة لها وبعض التجهيزات ومعدات التدخل والحماية التي يتم توظيفها لضمان أمن وسلامة المواطنين وتدعيم الأمن والاستقرار وترسيخ ركائز النظام العام وصون الحقوق والحريات. يتقدم هذا الاستعراض تشكيلة من الفرقة الجهوية للتدخل، مهمتها التدخل الميداني خلال الأزمات الأمنية الكبرى ومواجهة مختلف التهديدات والمخاطر التي يكون وراءها شبكات إجرامية منظمة والتفاوض لتحرير الرهائن ومداهمة أوكار الإجرام، كما تسهر على تأمين التظاهرات والاحتفالات الكبرى. وتتكون هذه الفرقة من عناصر أمنية تلقت تدريبات خاصة في مجالات أمنية متعددة. تليها تشكيلة من فرقة الهيئة الحضرية وفرق المرور، وهما فرقتان تشتغلان بالزي الرسمي وتسهران على المحافظة على الأمن والنظام بالشارع العام، تقومان بدور وقائي بتواجدهما المستمر بالشارع العام وبظهورهما الجسماني لإشاعة وتدعيم إحساس المواطنين بالأمن والأمان. تزاول فرق الهيئة الحضرية مهامها الحراسة ببعض النقاط الثابتة أو على شكل دورية راجلة. تشاهدون الآن أيها السيدات والسادة تشكيلة من المجموعة المتمكنة لحفظ النظام، وهي فرق أمنية تتكون من عناصر وأطر أمنية بمهارات وكفاءة عالية، وتحمل هذا المسمى الجديد الذي يتسق مع المدخلات الجديدة للأمن ويتلائم المفهوم الجديد لفلسفة عمل الشرطة المغربية باعتبارها مؤسسة أمنية بأبعاد خدماتية وآلية مؤسساتية لتوطين حق دستوري أصيل. أما الآن حضرات السيدات والسادة الأفاضل، فتشاهدون تشكيلة من فرقة مكافحة العصابات الخاصة بولاية أمن بني ملال، وهي بنية شرطية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، متخصصة في مكافحة الأنماط المستجدة بالجريمة والشبكات الإجرامية ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم الموسومة بالتعقيد والمنفذة وفق أساليب إجرامية مستجدة. أما الآن حضرات السيدات والسادة، ستشاهدون بعض المعدات اللوجستيكية الخاصة بولاية أمن بني ملال. تمر أمامكم السيارات والمعدات خاصة بالفرقة الجهوية للتدخل، وهي وسائل مهمة تساعد على التدخل السريع والآلي والفعال لمواجهة التهديدات الآلية والخطيرة. تتميز هذه المعدات بالسرعة وبملائمتها لطبيعة ومهام هذه الفرقة التي عادة ما توكل إليها مهام تتقسم بالدقة والحساسية وتكون على قدر كبير من الخطورة وتتطلب قدرات خاصة وتكوينا مهنيا خاصا. أما الآن فتشاهدون دراجات خاصة بفرق السير والجولان، وهي دراجات نارية من حجم كبير تتميز بالسرعة والقوة وسعة أسطواناتها، وتكمن مهمتها في تقديم الدعم لعناصر المرور.
تليها سيارة نجد تابعة لفرقة الهيئة الخضرية. هذه السيارة تجري باستمرار مختلف شوارع الأرض وأحياء المدينة على مدى 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. تليها أيها الحضور الكريم سيارات دوائر الشرطة، وهي مصالح خدماتية بامتياز تعمل على تكريس السياسة القرب من المواطنين، كما أنها تجمع بين الدور الوقائي السباقي والدور الردعي الزجري. هذا وحده ولاية المدينة حاليا 27 دائرة شرطة، 5 منها بمدينة المنال في أفق إحداث وخلق دوائر أخرى. تليها الفرقة المتنقلة للدراجيين، وهي فرقة تابعة لمصالح الأمن العمومي تقوم بدورها الوقائي والزجري في آن واحد للحد من الأنشطة الإجرامية. يقوم عناصرها بجولات أمنية ومراقبات مستمرة بطريقة ممنهجة للحد من الأنشطة الإجرامية. يقوم عناصرها بجولات أمنية ومراقبات مستمرة بطريقة ممنهجة تسمح بالتغطية الشاملة لكل مواقع المدينة وبتواجدها المستمر بالقرب من المواطنين، مما يساهم في إشاعة الشعور والإحساس بالأمن والطمأنينة. أما الآن تشاهدون سيارة كاميرات محمولة، وهي سيارة تابعة للخلية التقنية الخاصة بالهيئة الحضرية، وهي سيارة مجهزة بكاميرات رقمية عالية الدقة يتم استعمالها للتوثيق بالصوت والصورة للتدخلات الأمنية بالشارع العام ومختلف التظاهرات سواء رياضية أو فنية أو غيرها. تشاهدون السيارات الخاصة بمصلحة ولاية الشرطة القضائية، تتقدمها سيارتين للشرطة التقنية والعلمية، وهي وجه من أوجه التحديث والعصرة بالمطلق العام الشرطي المغربي. تتوفر هذه المصلحة على كفاءات أمنية ذات تكوين علمي عالي متخصص، وتخضع بصفة دورية لتقويات متواصلة بهدف ضمان ومواكبة كل المستجدات العلمية والتقنية المرتبطة بالأبحاث الجنائية. تليها سيارات فرقة مكافحة العصابات، توظف لتأمين تنقلات عناصر هذه الفرقة ومعداتها داخل المدن أو خارجها، وهي تستجيب لطبيعة عمل هذه المجموعة وتتلائم والمهام المنوطة بها. سيارتين تابعتين لوحدات متنقلة لإنجاز البطاقة التعريفية الوطنية الإلكترونية، إضافة جديدة في الشق الخدماتي لولاية بني ملال، وهي عبارة عن مركبات شرطة مزودة بمنصات لتسجيل معطيات التعريفية للمواطنين تلعب دورا خدماتيا واجتماعيا بامتياز. تليها سيارة إسعاف تابعة للمصلحة الجنائية للصحة، وهي مصلحة تعنى بالجانب الصحي لموظفي ولاية بني ملال ولمتقاعدي وأرامل وأيتام الرجال ونساء الأمن الوطني. وتضم هذه المصلحة طاقما طبيا متكون من طبيب عام، طبيب جراحي للأسنان، أخصائي نفسية، وممرضين بالإضافة للمساعدين الاجتماعيين. لها فروع مختلفة بالمناطق الأمنية التابعة للفوج الترابي لولاية بني ملال. وتمر أمامنا مركبات ومعدات مجموعة متنقلة لحفظ النظام، هي آليات ومعدات لوجستيكية للحماية والتدخل تتلائم وطبيعة المهام الموكولة لهذه المجموعة المتمثلة في صون وتكاتف النظام العام وتدبير الحشود وتأطير التجمعات البشرية المرتبطة بالتظاهرات والرياضيات والتنفيذ وغيرها بالشارع العام. وختاما تمر أمامنا سيارة وفرقة الخيالة، وهي وحدة ترتكز مهامها بالأساس
على التغطية الأمنية لمجالات جغرافية ومسائل صعبة كالمنتجعات السياحية والحدائق والغابات، والتي يتعذر ولوجها من قبل سيارات الشرطة أو الدوريات المحمولة على نقل الدراجات النارية. تشارك أيضا في مهام وأعمال حفظ النظام العام إلى جانب باقي المصالح الأمنية الأخرى. عناصر هذه الفرقة تكون مصحوبة بخيول مدربة على طبيعة المهام والتدخلات الأمنية الموكولة إليها. الآن أيها الحضور الكريم، تؤدي عناصر فرقة مكافحة العصابات مع حضراتكم بعض الحركات الرياضية، وهي مجموعة من تقنيات وأساليب الدفاع الذاتي مقتبسة من بعض رياضات فنون القتال، تستعمل أثناء عمليات توقيف الخارجين عن القانون والذين يشكلون خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات. تستعمل هذه العمليات أثناء توقيف الخارجين عن القانون والذين يشكلون خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، خاصة الذين لا يمتثلون ويعمدون إلى مواجهة عناصر التدخل باستعمال أسلحة بيضاء أو أدوات رادة أو حادة. الاعتداء عليها ومحاولة سرقة هاتف المقتال.
تشاهدون كيفية تعامل عناصر الشرطة مع التهديدات بالسلاح الأبيض الصادرة عن المشتبه فيهما. يتم تجريدهما من سلاحهما وتحييد الخطر الناجي عنهما. تتم السيطرة على المشتبه فيهما وتتم عملية تصفيرهما وجسهما الوقائي واقتيادهما إلى سيارة النجدة لتقديمهما للمصالح المختصة خاصة استكمال الإجراءات الأمنية وتقديمهما للعدالة. تم إعداد التدخل الذي يرتكز على إجراءات مضبوطة ومحسوبة قبليا ضمانا لنجاحه. تشاهدون ترجل عناصر الفرقة من السيارات. واللحظة تتم عملية التنسيق ودراسة طبيعة مكان التدخل وتوزيع الأدوار. ستشرع الفرقة الآن في الاقتراب من مكان التدخل عن طريق تشكيلة خاصة يتولى فيها كل فرد حين يتباقي أفراد المجموعة من كل الأخطار التي يبقى احتمال ظهورها ومواجهتها بشكل مفاجئ واردا في كل لحظة وحين. يتم تطويق المنزل ومحاصرته من مختلف الجوانب. الآن بلوغ نقطة الصفر وهو الباب الرئيسي من منزل المعني بالمداهنة والذي تتواجد بداخله العناصر الإجرامية الخطيرة. يتم كسر باب المنزل بمعدات خاصة بهذا النوع من المهام والتفاوض مع المشتبه فيهما اللذان يحملان سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا من حجم كبير. نلاحظ إلقاء المعني بأمر سلاحه الناري واستجابته لعناصر التدخل قبل أن يباغت العناصر المتدخلة التي تعمل على ضبطهما وإلقاء القبض عليهما عن طريق استعمال تقنيات خاصة بفنون الحرب. الموقوفان يتم إخضاعهما لجس وقائي وحجز ما لديهما من أسلحة وآليات خطيرة وبالتالي تحييد الخطر الناجي عنهما. فيما تتولى فرقة خاصة عملية تمشيط المنطقة وتأمينها، تقوم عناصر أخرى بعزل المنطقة حفاظا على آثار الجريمة. إذا بعد الاغتيال
تقوم عناصر أخرى بعزل المنطقة حفاظا على آثار الجريمة وفتح المجال لمصالح أخرى للقيام بواجبها. يشرع الآن تكميل مصلحة الجريمة التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في عملية مسح مسرح الجريمة تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث. تتم إحاطة مسرح الجريمة ومكان التدخل بشريط حماية له من الفضوليين وحفاظا على وسائل الإثبات من الاندثار بتثبيت مسرح الجريمة عبر التصوير الفوتوغرافي الجنائي حفاظا على الصبغة القانونية لمسرح الجريمة. توثيق الآثار وكذا وسائل الإثبات وكل ما له علاقة بالجريمة بواسطة علامات مميزة ومركبة. الشروع في حجز كل ما من شأنه أن يفيد البحث الجنائي من آثار رقمية وأسلحة وغيرها من مسرح الجريمة. ختاما يتم حجز ختم المحجوزات عن طريق تشريعها ووضع لصاق عليها وتسليمها من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الجنائي إلى سيارة خاصة بنقل المحجوزات تابعة لقاعة الاحتفاظ بوسائل الإثبات والأدلة بولاية الأمن التي تقوم بدورها عبر الوسائل اللوجستيكية الخاصة بإحالتها على مختبرات البحث الجنائي الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.